السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما الجو يبرد نبدأ نشد الكرنباية بتاعتنا ونبدأ نلف حلة المحشي الجميلة اللي بتدفينا. بس احنا هنقعد ساعة نقطع في الورق وساعة نلفه. المرة دي في الفيديو ده هقولك على حاجة، فكرة جميلة قوي، ازاي تقطعي الكرنبة كلها وانتي واقفة في 5 دقايق، ولا ساعة بقى ولا حاجة. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان كمان هقولك على مفاجأة في آخر الفيديو. بعد ما تسلقي الكرنبة في مية مغلية وتحطي عليها معلقة كمون ومعلقة سكر وبس كده. أول ما تغلي المية هننزل بالورق بتاعنا، بعدين نخليه يبرد شوية، وتعالي بقى على الرخامة بتاعتك أو على القطاعة أي حاجة، حطي 3 و4 ورقات فوق بعض وشيلي العروق من الجنب زي ما شفتي دلوقتي. وبعدين بقى هنروح جايبينه من الجنب كده ونقطع الورق بالعرض تقريبا 10 سنتي، او زي ما بتحبي بقى، بتحبيه طويل لا بتحبيها صغيرة، بس هي في المعقول بتبقى 10 سنتي حلوة قوي. التلات 4 ورقات على بعض كده، يبقى احنا كده خلصنا الاربع ورقات في دقيقة واحدة، ما خدتش حتى دقيقة. وبعدين بتفضل الورقة طويلة بس كده. هي دي الفكرة بقى اللي بتخلي فعلا الكرنب يتحشي بسرعة. سيبيها طويلة زي ما هي وهتشوفيني دلوقتي هعملها لك ازاي. برضو دي واحدة تانية اهو، شلنا العروق مع بعض والاربع ورقات فوق بعض او الثلاث ورقات عملناهم كده زي ما بقول لك 10 سنتي 15، يعني في المعقول ده. بس خلصنا الكرنبة كلها، ما خدتش بالظبط 5 دقايق واحنا واقفين، ولا ساعة ولا الكلام ده كله. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وتعالي نشوف هنلف الورق ازاي. هنمسك بقى القطعة كده على بعضها، هنلاقيها طويلة بالمنظر ده. حطي طرفها على ايديكي وحطي كمية الخلطة اللي انتي بتحبيها وابدأي اقطعي اما توصلي للفة اللي انتي عايزاها. يعني بتلفي مرتين كده على الرز، وبعدين بتروحي قطع كده. ولا احتاجتي ان انت تمسكي ورقة ورقة وتقطعيها لأجزاء وتقطعيها لقطع وترصي على صينية وتاخدي وتعملي كده اللفة على بعضها كده مرة واحدة على طرف ايديكي، وتكون الباقي نازل منك كده في الصينية، ونبدأي بقى تخلصيها لحد الآخر. اما المفاجأة بقى ان انا هوريكي برضو المرة الجاية في الفيديو اللي بعديه ازاي تلفي ورق الكرنب ده كله في 5 دقايق، مش واحدة واحدة بقى، لا احنا هنلف الحلة كلها بالظبط فعلا في 5 دقايق. وعشان اكون صادقة معاكي خليها 10 دقايق، يعني التقطيع خد 5 دقايق واللف مش هياخد ان شاء الله 10 دقايق. ما تنسيش بقى تدعمي القناة باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم.